مساء الفل عليكم وفنجان كرة جديد مع تحليل واحدة من مباريات الدوري المصري، مباراة نادي الزمالك ونادي غزل المحلة في الأسبوع العاشر للدوري المصري. متعودين مع بعض في فنجان كرة على تحليل مباريات النادي الأهلي، ولكن لأول مرة وشرف لينا تحليل واحدة من مباريات نادي الزمالك وهي مباراته مع نادي غزل المحلة. خلينا نروح مع بعض زي ما تعودنا في فنجان كرة على فكرة إن كل مباراة بتبقى ليها كواليس ما قبل المباراة، وابتدي نتكلم بعد كده عن بداية المباراة والتشكيل وثم الشوط الأول والشوط الثاني. لو رحنا مع بعض لكواليس ما قبل المباراة، خلينا نبص مع بعض النادي الزمالك داخل المباراة دي طبعا بروح معنوية مش أفضل حاجة، ولا بسبب الخسارة من النادي الأهلي، مش بس الخسارة الفنية وإن الفريق كان يقدر يقدم شكل أفضل من كده، خصوصا كان إن الفريق في أول 10 دقايق في مباراة النادي الأهلي كان بشكل أفضل، وتقدم نادي الزمالك من ضربة الجزاء اللي جابها حسام عبد المجيد في ماتش الأهلي. ولكن خلينا نقول مع بعض ان بعد كده ما قدرش نادي الزمالك يستغل ده وانخفض جدا جدا الاداء. كان شكل لعيبه الزمالك وشكل التدخل الفني من فيريرا مدرب الزمالك ما كانش افضل حاجه في مباراه الاهلي، وده اللي قلق جمهور الزمالك وده اللي صدر طاقه سلبيه بسبب الخساره، مش بس نتيجه وكمان اداء. هنروح مع بعض كمان لواحده من الكواليس ان المباراه دي كانت دافع للعيبه الزمالك ان احنا نرجع نفوق الفرقه تاني، نرجع نبتدي نحافظ على الصداره بشكل مهم جدا جدا. الحفاظ على الصداره حتى ما زي ما حصل في ماتش الاهلي خساره من النادي الاهلي، ولكن نقدر نحافظ على الصداره ونقدر نستمر، لان لسه الدوري طويل، لسه في فرق زي الاهلي والمصري وبيراميدز. الفرق دي بتنافس والفرق دي اكيد هتقع في ماتشات، الدوري لسه بدري جدا جدا، احنا في الاسبوع العاشر. فنادي الزمالك كان داخل الماتش ده بدوافع ان انا اقدر اكسب المباراه دي عشان اقدر ارجع والم الفرقه تاني والم الفكره ان انا احافظ على الصداره اللي انا موجود فيها. ولكن النهارده خلينا نقول برضو من ده من ضمن الكواليس اللي بتأثر على الماتش، انت بتقابل مين. الماتش ما كانش بالسهولة انك انت بتلاعب فرقة سهلة، انت بتلاعب الفرقة الاقوى دفاعيا في الدوري المصري السنة دي. انت بتلاعب فريق قبل مواجهة نادي الزمالك ليه كان الفريق ده لاعب 9 ماتشات، ال9 ماتشات دول عبارة عن 7 ماتشات تعادل، مكسب مباراة وخسارة مباراة، دخل فيهم كام هدف؟ 3 أهداف فقط لا غير. انت متخيل انك بتلاعب فريق غزل المحلة بقيادة كابتن علاء عبد العال، مدرب بيعتمد على الطريقة الدفاعية البحتة، مدرب معتمد على فكرة أنا بجمع نقط. أنا مقتنع بوجهة نظره أو هو مقتنع بوجهة نظره إن فكرة إن أنا معايا فريق مش هيسمح بإن أنا أقعد أقدم خطط هجومية، أنا بعتمد على طرق دفاعية وناجح بيها وبقدر ألم بيها نقاط. خلينا نتكلم إن هو لما قبل الماتش ده لما يكون 10 نقط ومتصدر الدوري 18، وما بعد الماتش يبقى 11 نقطة ومتصدر الدوري 18، يعني الفرق مش بعيد، يعني ده بيدل على نجاح خطته. لو هندي مع بعض عنوان للمباراة، هندي عنوان مع بعض للمباراة وهو عنوان مكون من جزئيتين: الفرجة والثبات على المبدأ. يعني ايه فرجة ويعني ثبات على المبدأ؟ هنفهم مع بعض. خلينا الأول نبص لتشكيل نادي الزمالك، هنلاقي إن تشكيل نادي الزمالك حصل فيه 4 تغييرات، وده رقم أنا بشوفه إن هو كبير في تشكيل فريق، خصوصا إن النتيجة آخر ماتش ما كانتش أفضل حاجة، فكانت الحفاظ على التشكيلة كان من وجهة نظري إن هي أحافظ على تشكيلتي وأعمل تعديلات بسيطة للإصابة زي عضية الدباغ وعبد الله السعيد للإيقاف وللإصابة. خلينا نقول إن لاعب مكان عبد الله السعيد كان أحمد حمدي، واللي لعب مكان عضية الدباغ كان عمرو النصر. دي تغييرات واقعية. في تغييرين تانيين اتعملوا وهو مشاركة أحمد ربيع، اللعبة اللي هنتكلم عنه بشكل كويس جدا أو هنتكلم عنه بشكل مفصل أثناء المباراة، مكان دونجا، ومشاركة أحمد شريف مكان آدم كايد اللي استبعد تماما من المباراة. طبعا 4 تغييرات في تشكيل المباراة ده بيأثر على الفريق وعلى شكل الفريق، ولكن خلينا نقول إن الدوافع المفترضة اللي كانت تبقى موجودة عند لعيبة الزمالك إن أيا كان اللعيبة أيا كان اللعيب اللي هيشارك في المباراة كان المفترض إنه يقدم أفضل ما عنده لرجوع الزمالك بشكل قوي، خصوصا بعد خسارة 5 نقط من ماتش الجونه، ثم 3 نقط نقطتين من ماتش الجونه و3 نقط من ماتش الاهلي. كان المفترض ان اي كان اللي هيشارك في الزمالك يكون في افضل حالات. خلينا نبتدي مع بعض المباراه وهنشوف ان نادي الزمالك ابتدى بشكل هجومي، فكره ان فريق غزل المحله متراجع للخلف من اول ثانيه، معتمد وثابت على مبدأه الكابتن علاء عال في فكره الحفاظ على الخطه الدفاعيه اللي هو بيقوم بيها بدون اي شكل هجومي. ولكن كان في تباطؤ ما بين لعيبه الزمالك في بدايه المباراه في نقل الكوره ما بينهم وبين بعض،
لان طبعا انت بتلاقي فرقه دفاعيه ما ينفعش يبقى فيه تباطؤ في الكوره، لازم تستغل الاخطاء، لازم يبقى فيه تعاون، وده كانش موجود في اول الماتش خصوصا ما بين عمرو ناصر واخوان بزيرة. لان بسبب ان عمرو ناصر كان فيه كورتين كده في اول الماتش، استلامه للكوره بيدور على الفرديه وبيدور ان انا عايز اجيب الهدف وان انا الناس ابتدت تثق فيا، فضيع ده بفكره ان انا الفرديه. لو كان لعب الكورتين دول ل بزيرة، كان الموضوع بالنسبه له ان هو يدخل انفراد ويدي للغلبة للزمالك من بدري ويريح نادي الزمالك من بدري. وعلى فكرة ده حصل في الفرصة اللي لعبها ناصر ماهر بشكل سريع لبزيرة، ودخل بزيرة انفراد وشالها المدافع أحمد العش بشكل متميز جدا جدا من على خط الجون. ده في نص الشوط الأول. لما تيجي تبص برضو ان واحد من افضل اللعيبه اللي ادت في الشوط الاول كان احمد ربيع، وكان مفاجاه، لاعب جاي لك من البنك الاهلي. اللاعب ده ظهر بشكل مميز جدا، انا بصنفه ان هو افضل لاعب في المباراه، لاعب ما شاء الله ما شاء الله من اللعيبه اللي هتفيد الكره المصريه بشكل كبير جدا جدا، بس يحافظ على ادائه ويبعد عن الغرور، وربنا يبعد عن الاصابات، ويفيد نادي الزمالك ويفيد الكره المصريه. اللاعب ده عنده ميزه قويه جدا، انا دايما بحب اتكلم عنها، او احنا مع بعض في فنجان كوره بنحب نتكلم عنها، عن اللاعب رقم 6 اللي يفيد الفرقه. اللي يفيد الفرقه مش بس انه بيقطع كرات، انه بيقطع كرات وبيقدر يزود بالكوره في بعض المواقف، انه بيقدر يعمل تسديدات، المشاركه الهجوميه، الضربات الرأسيه. وده اللي عمله احمد ربيع في وقت مشاركته في المباراه في 60 او 65 دقيقه اللي لعبهم في المباراه. قدم كل ده، كان قاطع للكرات، بيقدر يعطل الهجمات بشكل كويس جدا من غير ما ياخد انذار ويضر فرقته، كان بيشارك بشكل هجومي، بيطلع خطوات بالكوره، بيقدم تسديدات، احرز الهدف الاول لنادي الزمالك وادى التفوق للزمالك في كره ثابته، حطها بشكل مميز جدا 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 وادى للتفوق للزمالك. وده اللي كان بالنسبه لي بيخليني اصنف احمد ربيع خصوصا في الشوط الاول واحد من اهم وافضل اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك في الشوط الاول. خلينا نتكلم برضه على لعيب تاني في غزل المحله، وهو كولي توريه. كولي توريه كان في نص الملعب، كان عامل شكل مميز جدا 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 جدا. طيب لما تيجي تبص للشوط الاول هتلاقي ان في قراءه من كابتن علاء عبد العال للمباراه، وعدم قراءه من من فريرا سوري لفكره المباراه. النهارده انت اتقدمت، انت عايز ايه من الماتش؟ انت عايز توصل فين؟ دي الفكره اللي احنا بنتكلم عنها، هي فكره الفرجه اللي هتستمر للشوط الثاني. الفرجه ان انت جبت الجون الاولاني. طيب انا النهارده بلاعب النهارده تشكيل الزمالك، تشكيل هجومي، وفي نص الملعب بلعب بثلاث لعيبه ما فيهمش غير واحد دفاعي اللي هو احمد ربيع، وهو بيشارك بشكل هجومي، وموجود معاهم احمد حمدي وناصر ماهر اللي الاثنين واجباتهم الدفاعيه سيئه، ومعروف عنهم ان هم ما بيلعبوش الحته دي، وان وجودهم مع بعض في مباراه واحده انا بشوف ان هي واحده من اخطاء المباراه. ان انت النهارده الاثنين من اللعيبه بيمثلوا نفس الشكل، نفس الطريقه، نفس الاسلوب، اللي هو اللاعب اللي بيستلم، اللي بيطلع يعمل هجمه ياثر في الفريق هجوميا. هنبص ان النهارده الاثنين كانوا شبه بعض تقريبا، الاثنين ما كانش ليهم دور مؤثر في المباراه، لان هم كانوا يعني ببساطه كده بيلخبطوا بعض. فخلينا نتكلم النهارده ان انا مجرد ما اتقدمت وخلص الشوط الاول وكان الزمالك متقدم، واستفدت من فكره احمد ربيع ومشاركته وانه قدم ماتش كويس جدا 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 جدا. خلينا نتكلم على فكره ان خلص الشوط الاول بكل احداثه، كان الزمالك الافضل هجوميا، بس برضه مع الشوط الاول كان في نقطه باينه مهمه جدا جدا، ان فريق غزل المحله لما كان بيقرر يطلع بالكوره على نادي الزمالك ما كانش بيوجد اي صعوبه. حصلت مره واثنين وثلاثه في طلوعوا بالكوره. ليه؟ لان في مشكله في وسط ملعب الزمالك، ان وسط الملعب اللي موجود في الزمالك مش وسط ملعب دفاعي باستثناء لاعب واحد، وده كان باين جدا ومأثر على نادي الزمالك في وسط الملعب بفكره ان غزل المحله متراجع. طيب اللي حصل الشوط الثاني ايه؟ حصل الشوط الثاني ان برضه ما زال فيريرا مدرب الزمالك بيتفرج على الماتش زيه زي الجماهير. بالعكس ده في بعض الجماهير كان ليهم بعض الاراء وبعض التفاصيل. يمكن كنت انا واحد من الناس اللي بتفرج على الكوره، انا مش زملكاوي ولكن انا بتفرج على الكوره، فبشوف ان في تدخلات ينفع تتعمل وفي لعيبه على الدكه ينفع تستفاد منها. ما تدخلش فيريرا تماما ما بين الشوطين، بالعكس ساب الفكره للثبات على المبدا لكابتن علاء عبد العال، اللي غير مبداه لوقت قصير جدا، ان هو انا بدافع وخسران 1-0، بس انا مش هفتح الملعب بشكل كبير عشان اخسر بنتيجه اكبر. لا انا هفتح الملعب بشكل بسيط جدا، ان انا هنزل لعيب يعتمد على السرعات اللي هو محمود صلاح، ومن بعده اكتر من لاعب يشتغل، بسام وليد ومحمود مجدي، في اكتر من لعيب نزلوا في الشوط الثاني. هم فكرتهم محمود مجدي طبعا هو مدافع، لكن بسام وليد ومحمود صلاح كان فكره ان دول لعيبه عندهم الشق الهجومي، ان هم صراع بالكوره في اي هجمه مرتده. وده كانت نتيجته حصلت. انت النهارده ترسم سيناريوهات للكوره،
وبتشتغل عليها. هي دي الفكرة اللي حصلت بالنسبة لكابتن علاء عبد العال وتفوقه في الشوط التاني. إن حصل إيه؟ إن هو برضه متراجع بيعتمد على المرتدات. كرة القدم فيها أخطاء، ولكن الفكرة والشطارة والقوة في استغلال الأخطاء. لما بنتيج غلط في خروج بالكورة واستغلها مهاجم نادي غزل المحله وطلع بالكوره ولعب ثرو باص عالمي لمحمود صلاح واحرز الهدف الاول على هدف التعادل للزمالك. ودي نقطه من ضمن اهم عيوب الزمالك في اخر ماتشات، فكره ان هو بيتقدم وتقدر ترجع تتقدم على نادي الزمالك، او تقدر انك انت تتعادل وتتقدم على نادي الزمالك. وعدم تدخل فيريرا تماما في فكره ان انا، طب لو احمد ربيع مستواه نزل شويه، طب ما دونجا موجود معايا لاعب من اول السنه ولعيب ظاهر بشكل كويس جدا من بدايه السنه، اقدر اغير الشكل الهجومي. طيب لما ابتدى بقى علاء عبد العال يستحوذ على الكوره، ابتدى الفرق طبعا غزل المحله هتبقى افضل من نادي الزمالك في الملعب، ابتدى يتدخل فيريرا بتغييرات. وانا بقول لك يا ريته ما تدخل، لانه حول الفريق لفريق عشوائي. يعني ايه الفريق عشوائي؟ نخرج احمد ربيع افضل لاعب المباراه، ويا ريته نزل مكانه دونجا اللي هو يقدر يلعب مكانه ويقدر يقدم بشكل كويس جدا مكانه، ونقول ان احمد ربيع لسه راجع من الاصابه فوجود دونجا مكانه يرجع تاني يمسك نص الملعب. لا، خرج احمد ربيع وخرج احمد حمدي وساب ناصر ماهر لوحده في نص الملعب. طبعا ناصر ماهر بالنسبه لي مش من اللعيبه، وده الكلام ده انا بقوله من وقت ما ناصر ماهر كان بيلعب في النادي الاهلي، مش من اللعيبه اللي هتعتمد عليهم 90 دقيقه. من اللعيبه اللي بيعتمدوا على فكره اظهار نفسهم، ما بيلعبوش طول الوقت لصالح الفريق. ناصر ماهر ما كانش يقدر ان هو يلعب في حته المركز 6 ويحافظ على الفريق ويطلع بالكوره. حتى فكره ان انت بتنفذ حاجه ما فيهاش مخاطره هجوميه، ان انت النهارده بتحاول الفريق انه يلعب ب3، دي مش مخاطره هجوميه. بتنزل الونش وبتطلع عمرو ناصر اللي هو برضو ما كانش فيه دعم ليه، ما كانش فيه كورات عرضيه. خوان بزيرا كان خلاص اتعرف فكره ان انا عايز اوقف فيزيرا او عايز اعطله، هشترك معاه اشتراكات قويه، هلعب معاه بمان تو مان زي يحيى زكريا لعيب غزل المحله، هشتغل عليه بقوه. طب فين بقيه الاساليب التانيه؟ طب فين الباكات؟ طب فين الوينجات؟ طب فين المهاجمين؟ طب ليه انا ما لعبتش 2 مهاجمين؟ ليه اطلع عمرو الناصر؟ طب انت هتغير احمد حمدي، ليه ما تنزلش مكانه مكان احمد حمدي سيف الجزيري، وتحافظ على احمد ربيع في الملعب ان هو يكمل المباراه ويشارك تفضل ولو هتغيره تنزل مكانه دونجا، فانت حافظت على شكل الفريق دفاعيا وزودت الفريق هجوميا. طب فين فكره انك انت ممكن النهارده بدل ما تنزل الونش وتاثر على المباراه، طب ممكن تلاعب فتوح فيبقى بنتائج، وفتوح بدل ما نادي الزمالك ما عندوش وينج شمال بيلعب برجله يمين بشكل كويس. احمد شريف لعيب كويس بس برضه مش اللعيب اللي هو يلعب في وينج شمال يلعب بوينج شمال لنادي الزمالك، ما كانش بينفذها بشكل كويس. فكنت تقدر تعمل ثنائيه ما بين فتوح و بنتايج، ان تغير احمد شريف وتنزل فتوح وتقلب تلعب ب2 مهاجمين. التغييرات اللي حصلت دي خلت الملعب عشوائي جدا. الزمالك تقريبا باستثناء فرصه بزيرة اللي اتعملت في وسط الزحمه ولعبها بمهاره عاليه وجت في العارضه، بس مش طول الوقت هتعتمد على فرصه واحده تخلص لك الماتش. انت النهارده انت بتلاعب فريق هو متراجع جدا دفاعيا، هو فريق كل طموحه في المباراه هو ان هو ياخد نقطه. انا اعتقد ان بعد تغييرات فيريرا كابتن علاء عال لو غير من اسلوبه وما كانش ثابت على مبدأه، هو اعتمد على فكره الثبات على المبدأ، وكان استغل فكره التغييرات الخطأ اللي عملها فيريرا في المباراه، كان يقدر يكسب المباراه، كان يقدر يروح على نادي الزمالك، لان هو كان يمتلك سرعات، كان يمتلك لعيبه نص ملعب قويه، ولكن تراجع للخلف في ظل ان الزمالك حتى لما فيريرا وخد باله ان هو التغييرات اللي عملها، التغيير الغريب اللي عمله بتاع الونش، فراح جه بعديها في اخر 5 دقايق راح منزل سيف فاروق جعفر مكان محمد اسماعيل. ايه اللي حصل؟ ايه الجديد؟ طيب النهارده الزمالك شاري لعيب اسمه بارون تشونج اللعيب ده فين؟ بقاله شهر موجود. هل اللعيب ده مش جاهز؟ طب وليه مش جاهز بقاله شهر؟ يعني بيجهز ازاي؟ ايه الجاهزيه؟ كان يقدر يلعب مكان عمر جابر. طب شيكو بانزا شاكي نادي الزمالك وهو مش في الفورمه، وباين ان اللعيب ده بعيد كل البعد. انت النهارده مش قاري الماتش، مش مهتم، شايف انك انت ممكن تكون مقدم كوره. لا، هو مفيش كوره للاسف بيقدمها نادي الزمالك، مفيش شكل مميز لنادي الزمالك. ممكن يكون انت ما تحبش شكل فريق غزل المحله بس تحترم طريقته. نادي الزمالك مفيش تدخل فني في المباراه، ده اللي دايما الواحد بيتكلم عنه، فكره انك لما تجيب مدرب اجنبي ايه الاضافه اللي هيقدمها لي؟
النهارده لما بيجيب مدرب بدفع له ارقام وارقام بعمله مختلفه. فالنهارده طب انا ايه الفكره ان انا اكون بجيب مدرب هو حتى ما بيقراش احداث المباراه، لا من تشكيل ولا من بعد تقدمه ولا من بعد تعادله ولا حتى التغييرات، ولا عارف امكانيات اللعيبه اللي معاه، رغم ان ده الاسبوع العاشر في الدوري المصري لنادي الزمالك. طبعا انتهت المباراه. طبعا خساره نادي الزمالك نقطتين تضاف للثلاث نقط اللي خسرهم من النادي الاهلي والنقطتين اللي خسرهم في ماتش الجونه. خلينا نقول ان الزمالك واضح جدا جدا انه محتاج تدخل، لان يمتلك الزمالك لاعب واثنين وثلاثه في كل مركز يقدر يفيدوا نادي الزمالك، لكن التدخلات الفنيه هي مش افضل حاجه. محتاجين لعيبه الزمالك يوصلوا لفكره ان المشوار لسه طويل على بطوله الدوري. بتتكلم في الاسبوع العاشر لدوري فيه 21 فريق، في احداث متغيره، ان الزمالك رغم كل اللي حصل في الثلاث ماتشات الزمالك لسه محافظ على صداره الدوري. هل يقدر يستمر؟ يقدر. هل يقدر يتراجع اكتر؟ ممكن. هل التدخلات الفنيه لازم تتعالج؟ لازم تتعالج بشكل كبير. هل النهارده قله الثقه اللي موجوده في اللعيبه لازم يبقى فيها تدخل بشكل كبير جدا جدا؟ لازم ان الفرقه تلم بعضها وترجع تاني تلعب بشكل قوي. المنافسه في الكره المصريه لصالح كل الفرق. انا احب ان فريقي، وانا راجل اهلاوي، احب ان فريقي يتفوق ويبقى كسبان، بس لما احب ان انا فريقي يتفوق ويبقى كسبان يبقى يتفوق وكسبان وفي منافسه. مش فارق معايا مين اللي هينافسني، زمالك، بيراميدز، مصري، وات ايفر الفرقه دي او ايا كانت الفرقه دي كانت ايه، بس يهمني ان الفرقه النهارده لما تبقى في مستوى عند نادي الزمالك الامكانيات من اللعيبه انه يقدروا يستغلوا ده. انا شايف ان مشكله الزمالك هي مشكله فنيه بحته، ممكن في بعض المشاكل الاداريه، بس اعتقد واحنا ناس لعبنا كوره فاهمين فكره ان اللعيب مجرد ما بينزل الملعب ويبتدي المباراه يبتدي يركز في ان هو عايز يكسب، ان هو يبقاش شكله يبقى وحش، ان هو ما حدش يهاجمه، خصوصا في وجود جمهور عريض زي جمهور نادي الزمالك من المدرجات او من الشاشات بيتفرجوا على الماتش. المسانده الدائمه والمستمره لنادي الزمالك ايا كانت النتيجه وايا كان الوضع، فده كان ضروري جدا جدا جدا. وحبينا نتكلم مع بعض ونوضح مع بعض شكل نادي الزمالك وشكل نادي غزل المحله اللي تفوق واضح فنيا على نادي الزمالك على مدار المباراه. كان يقدر الزمالك يكون افضل من كده؟ كان يقدر. هل الزمالك في الفتره اللي جايه يقدر يكون افضل من كده؟ يقدر. شكرا ليكم جدا جدا، تشرفت بتحليلي لاول مره ماتش من ماتشات نادي الزمالك. نتقابل قريب في فنجان كوره جديد. شكرا ليكم.